المرور، وإسلامنا دين نظام. أيها الأحباب، هذه الوقفة غضبة لله جل وعلا، غضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال مسلسل الحقد تتوالى حلقاته حلقة بعد الأخرى. ليست هذه هي المرة الأولى التي يهان فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقديما قالت قريش عنه ساحر وكاهن، والآن وقبل الآن يأتي هذا الشيطان الملعون سلمان رشدي يؤلف كتاب آيات شيطانية ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي كاتبة أخرى تسمى تسليمة نسرين وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مأفوق مجنون هولندي يرسم لوحات مسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى ارتفع الكيل وزاد بهذا الفيلم المسيء لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والذي ما جعلهم يقومون بإنتاجه إلا حقدهم الأسود، إلا كفرهم البواح، إلا تأكدهم أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن هذا النبي هو الرسول الحق صلى الله عليه وسلم، وإلا أنهم تأكدوا أن المشروع الإسلامي سيأتي لا محالة، وأنه قادم لا محالة، وقد بدأت إرهاصاته وبداياتها تظهر في البلدان العربية، تخرج فتية قوية سيحفظ النار الإسلامي الجبار الذي ينشر مسلسل الحقد الأسود الذي ينتجه الغرب يوما بعد يوم، وكل يوم نشاهد حلقة من حلقاته. أنا أزعم وأتأكد من ذلك أن وراء هذا المخطط اللعين، لا أشك في ذلك لحظة واحدة، وراء هذا المخطط اللعين هو التيار الصهيوني، هو الصهيونية العالمية التي تسيطر على وسائل الإعلام، ثم نتعاون معها ونحن نشك في ذلك المجموعة التي تسمى أقباط المهجر، ونحن لا نشكك أبدا في وطنية إخواننا أقباط مصر، ونحن نثق تماما كما ظهر من بياناتهم وكما ظهر من تعليقاتهم أنهم يرفضون هذه الإساءة رفضا باتا، حتى قال الأنبا بشير في لقاء جمعه بالأمس لابد أن ندافع عن سيدنا النبي، هكذا قال باللفظ، لابد أن ندافع عن سيدنا النبي، نشكر له هذا الإحساس الطيب، ونحن نفرق جيدا ونعرف جيدا من هم إخوتنا وشرفاؤنا في غالي علينا، لو يعرفوا قد إيه حبك ملينا، أب وأم ابن مال وروحنا تهون علينا، إلا حبيب الله محمد أقوى حب لينا. جرحوا قلوب المسلمين، جرحوا قلوب المسلمين وقالوا جايين نعتذر، الذنب ده أكبر كتير من كونه ذنبه يغتفر. لو عرفوا مين هو الرسول قاتلين قلوبهم لو حجر، ومن يا ناس في الدنيا دي والغيره ينشق القمر. لو يعرفوا قد ايه حبك ملينا، وصى رسولنا في الحديث ما يكونش فيه بينا خصام، علمنا قال ده خيركم هو اللي يبدأ بالسلام. رسولنا عاهد ناس كتير ومد ايده بالسلام، ما كانش عايز منهم غير بس يأمنوا بالسلام. لو يعرفوا قد ايه حبك ملينا، بالعقل ليه رسموا النبي غير انه شاغل فكرهم، اكتر من مليون اجنبي قالوا عنه سابق علمهم. لو يعرفوا قد ايه حبك ملينا، اب وام ابن مال وروحنا تهون علينا، الا حبيب الله محمد اقوى
حب لينا في اي مله واي دين، ده حتى ما يرضيش ربنا يجرحوه في المرسلين. بجد عايزين حقنا، بجد عايزين حقنا، بجد عايزين حقنا.